السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة النهرين الإخبارية، نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا سالفة وربع. فأهلا وسهلا بكم. سالفتنا اليوم من سوالف أهلنا قبل، يقولون أكو سلف كل يوم يصبح الصبح ينباك بيت منهم، فاجتمعوا أهل السلف راحوا للشيخ، قالوا له شيخنا احنا هاي وهاي سالفتنا، كل يوم يصبح الصبح ننباق، نلقي واحد من البيوت مبيوت. الشيخ قال لهم ولكم ما تستحون؟ مو عيب عليكم؟ شنو هالوضع هذا؟ استحوا على دمكم، انتو زلم شلون تنباقون؟ المهم رزلهم الشيخ، قالوا له شيخنا آمرنا واحنا ننفذ. الشيخ قال لهم أريد منكم 20 زلمة تفاق، وتفاق معناها كل زلمة وياه سلاح. منو بيكم قدها؟ والله صدق هالأثناء طلعوا له 20 شاب، قالوا له أدعيناك محفوظ، احنا إن شاء الله قدها وزيادة. قالهم اليوم عليكم الصفحة الشمالية تنطرون بيها للصبح، بس خاف تلزمون الحرامي لا تجيبونه إلي، لا ذبحوه وجيبوا له راسه. والله صدق الشباب ما كذبوا خبر وراحوا ولهذه الجهة اللي وصف لهم اياها الشيخ، ونطروا للصبح. الصبح لقوا بيت من السلف مبيوت، ردوا للشيخ قالوا له شيخنا هم من باقينا؟ قال لهم ماشي، اليوم تنطرون من الصفحة الشرجية. وبالفعل راحوا الشباب للصفحة الشرجية، وهم صبح الصبح وطلعوا مبيوقين، واحد من بيوت السلف هم انباق. ثالث يوم واحد من الشباب 20 تفاق يحكي ويا صاحبه، قال له خويا احنا ليش يوميا رايحين للشيخ ومعذبينه براينا؟ ليش ما ننقسم على شكل 4 أقسام، كل قسم يصيرون بيه 5 تفاقة، ننطر للصبح وبلكت نلزم الحرامي. والله شباب سمعوا المقترح مع هذا الشاب وراحوا نفذوا هذه المقترح، صاروا كل 5 بصفحة. ما طول عليكم السالفة، صبح الصبح ولزموا الحرام. طبعا الحرامي منقب يعني مغطي وجهه حتى معالمه ما تبين. الولد شبقوه وجابوه وياهم، ومعنى كلمة شبقوه يعني شد رجليه ورجليه ورا. واحد من الولد قال خلي نذبحه مثل ما قال الشيخ. الثاني قال له لا، لا اخوي خلي نوديه للسلف، وهذا تعبنا وصار لنا يومين 3 ناطرين، بهاي السهولة نذبحه؟ لا، خلي نوديه للسلف ونسوي عبرة. الثالث ايش قال لا هاي ولا هاي، خلي ناخذه للمضيف وخلي نعرضه على الشيخ، والشيخ هو اللي يختار عقوبته، هو ينجاز بيه. المهم الشباب اقتنعوا برأي صاحبهم الثالث، فأخذوا الحرامي لمضيف الشيخ ومنتظرين هسه يجي الشيخ.
والشيخ ما اجي. عاد واحد منهم ايش قال؟ قال اقلكم اخوي، خلينا نفك الثامة هذا ونشوفه من يعرف من يعمى ايش جاب علينا. المهم والله فكوا الثامة الحرامي، واذا طلع هو الشيخ نفسه. تعجبوا وانصدموا الشباب، فالشيخ نفسه هو اللي كان يوجه الناس من صفحة ويروح يبوق من الصفحة الثانية. رباط سالفتنا احنا طحنا بين حاميها وحراميها. رباط السالفة يمكم والعاقل يفهم. وسلامتكم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حلقات برنامج سالفة ورباط. نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ودمتم بألف ألف خير.